وهنا بقى نروح نجاوب على أهم الأسئلة اللي بتتكرر كتير عن التريب جولد. أول سؤال، إيه هي فوائد التريب جولد للانتصاب والضعف الجنسي؟ بعض الدراسات اللي اتعملت على رجال عندها مشاكل في الانتصاب، في حالات منهم أظهرت تحسن مع التريب جولد، وحالات تانية يعتبر ما أظهرش عندها حاجة. أما بالنسبة للرغبة الجنسية فالتريب جولد حسن من الرغبة الجنسية عند الرجالة اللي بتعاني من انخفاض في الدافع الجنسي. تاني سؤال، هل التريب جولد مفيد للبروستاتا؟ بالعكس، التريب جولد ممكن يسوء من حالة تضخم البروستاتا أو من سرطان البروستاتا، عشان كده هو ممنوع عند الناس اللي بتعاني من مشاكل في البروستاتا. ثالث سؤال، هل التريب جولد بيعالج سرعة القذف؟ تأثير تريب جولد لعلاج سرعة القذف يعتبر غير معروف، عشان كده هو لا يوصف لعلاج سرعة القذف، ويعتبر في أدوية متخصصة أكتر لعلاج سرعة القذف زي الجوي بوكس أرس. رابع سؤال، هل التريب جولد مفيد للتخسيس؟ التريب جولد بيعزز من إنتاج بعض الهرمونات اللي ليها دور في عملية التمثيل الغذائي، لكنه ما يعتبرش الأفضل في حتة إنقاص الوزن. خامس سؤال، هل التريب جولد بيرفع الضغط؟ بالعكس، التريب جولد بيخفض من ضغط الدم، عشان كده لو اتاخد مع أدوية علاج الضغط المرتفع فممكن يسبب انخفاض شديد في ضغط الدم، عشان كده لازم تتابع الضغط لو أنت بتاخد أدوية لعلاج ضغط الدم. سادس سؤال، ايه الفرق بين التريب جولد والكارنيفيتا فورت؟ التريب جولد بيحتوي على ماده البروتودايوسين المستخلص من عشبه التريبلس، وبيستخدم لعلاج العقم وضعف الانتصاب وانخفاض الرغبه الجنسيه. انما الكارنيفيتا فورت بيحتوي على الكارنيتين، واللي بيستخدم كمضاد اكسده بيحسن من جوده الحيوانات المنويه، وكمان عليه الزنك واللي يعتبر عنصر مهم لتكوين الحيوانات المنويه. وبرضه الكارنيفيتا بيستخدم لعلاج العقم. سابع سؤال، ايه الفرق بين التريب جولد والكافيجين؟ زي ما قلنا ان التريب جولد بيحتوي على البروتودايوسين، واللي بيستخدم لعلاج العقم وضعف الانتصاب وانخفاض الرغبه الجنسيه. انما الكافيجين بيحتوي على ماده الجينكو بلوبا، ودي عشبة بتساعد في علاج ضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية. وكمان عليها بيض السمك المجفف، وده غني بالأحماض الدهنية الضرورية لصحة الجسم بشكل عام، وبتساعد كمان في تحسين مستويات الهرمونات الجنسية وجودة السائل المنوي. تامن سؤال، هل التريب جولد مفيد لكمال الأجسام؟ مفيش دراسات مؤكدة حوالين فعالية الدواء في زيادة العضلات أو تحسين الأداء الرياضي، عشان كده لا يوصف للرياضيين في الحتة دي.